والله أجل كيف حيسمع. أنا أكتب لك كتابة. حبيبي يا محمد. يلا خلاص. حبيبي. أنت تمام قوة. أنا داري. خلاص ناهي خليني أسمعك. يلا خلي سمعك. شو أسمع بك؟ يلا اسمع. وطني لك الروح والفداء، لك اسمو عاليا في السماء. وطني كيف الله شعرت بالوطن. من الوطن هذا لا ما داري، ما عاد تسمع شيء، حتوصل المعلومة ولا مدري. الله يحفظك. سيارة يا ولد الصبر. لا وقف تعال. وقف خلاص تعال. لا وقف، نقبناه. نزفت. ما تصدق انت يا اخي والله خايف. خلص يا اخي انا اسف اصلا ما شفت الحفره والله. ما شفت بسرعة على بعدين اصلا انا صراحه يعني سمعت صوتك وشفتك انك بتقلد اصوات هكذا، فانا ركزت على صوتك ونسيت الحفره والله. حرجتني يا ما شاء الله معك صوت موهوب جدا والله. الله والله. يحفظك. صوتك كنز والله. الله ما شاء الله. الله يحفظك. وانا بطلت. اطلع يا عم المشتي. يعني هذا انسان محترم وبيشجع الادمي وقال انه داري صوته الكره اللي قد يعني واحد يشجعني يعني كلام حالي. الله يحفظك بكره يا زلمه. داري انه هذا انسان موهوب، والمشكله انه موهبته مدفونه. تمام. وانت يا اخي عمر لا تكون تستعجل، ترى انت الادمي قد كنت تشد ضاربه. انا ماشي ما انا صدق متحمس، بس يعني كلامك الطيب يحرجني. والله من مثل هذا الانواع ان الواحد يستاهل انه يدعمها بالذي يستطيع، بالمال ومعنويا وكل حاجه. ولكن احنا نشجعك قدر الامكان واحنا ندعمك قدر الله يحفظك المستطاع. فوق راسي. الحين زقم هذا السير اشتري لك داعي ما والله انك عاد تشيلها والله. اشتري لك ملابس بدل هذا الملابس واي حاجه ولا تتواصل معي. هذا كرتي. طبعا هذا كنت تبعي، اي حاجه تحتاجها من دعم ولا تتواصل معي اي وقت. طيب معك دور معك حاجه شوف سبحان الله طلع انسان محترم. قال الكلمه الطيبه والله الكلمه الطيبه تكسر العود اليابس. انسان محترم صح انه نزفك بالغلط، بس والله انه شوف بيدعمك وان شاء الله انك تطور وتشتهر ان شاء الله. انا كذا نقول من لا تقوى سلسله ما يغدينا الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب اغسل لنا السياره على طول. في كم تجهز؟ في نص ساعه. ساعه. ايوه. اوه متاخر. خلاص مش مشكله، بشيل لي تاكسي من الشارع وبرجع لك. ولا يهمك. طيب اوه باقي معي الشنطه.
ها ايوه حبوب. لا فين اوصلك يا طيب؟ وصلني إلى فندق قصر الفرسان. حاضر من عيني. قصر الفرسان معروف، يعرفها القاصي، وداني في جولة تعز. تسلم. حاضر. كم قد الساعة يا أخي كم؟ الساعة الآن يا والد 10:30. أوه ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. والساعة كم اشتريت الساعة هذه بكم؟ هذا الساعة يا والد غالي جدا، طبعا هذا الساعة ذهب، وأنا أي حاجة تدخل نفسي أشتريها ولو قيمتها بالملايين. وأنا دخلت نفسي سبحان الله العظيم. بس يا والد لو تبيع البص حقك وتبيع ما فوقك وما تحتك ما عاد تقدرش تشتري مثل هذا الساعة لأنها غالية جدا، وكذلك مشي موجودة منها في اليمن. يا أخي سبحان الله سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يدي رزق ويدي زرع وأنا أشتري. الله يرزقك يا حج. كاسر وارجع لك سريع. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي في واحد وصلته بالدباب لابس زنة بيضاء وشال أحمر وعقال. يبين عليها هكذا انه مهندس. أيوة عاد ومشي قبل شوي بس. يلا اوكي. ثواني بس. تفضل. ثواني بس. جاء عندي قبل شوية صاحب باص. طيب اكتب رقم تلفوني وإذا جاء كلمه خليه يتصل لي ضروري. على طول يا عم. هات رقمك كم؟ اكتب 3 7. ان شاء الله اول ما يوصل يجيب له الرقم وخليه يتواصل معك. خلاص يلا شكرا جزيلا. لا اوكي. رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا، يرجى إعادة المحاولة فيما بعد. ضاع كل شيء. ايش اسوي؟ ابيع السيارة ولا ابيع الساعة الذهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الو.
وعليكم ممكن السلام. اطلع على غرفة رقم 501. طيب اوكي ثواني استأذن منه وارد لك خبر. الو السلام عليكم. يا استاذ لو سمحت في حد نازل منتظر قال لي يطلع يشوفك. يعني عادي يطلع عندك الغرفة؟ طيب اوكي يلا في امان الله. قال عادي تفضل. مر. شوف يا طيب، هذا شنطتك بسلامة الله الذي نسيتها فوق الباص. تفضل افتحها وتأكد من فلوسك. انا مش مصدق نفسي ان الشنطة حقي رجعت والله. الله الزلط كلها رجعت. شنطتك والله. انا مش مصدق نفسي انك يا والد رجعتها، وان عاد في ناس عندهم ذمة وضمير ويرجعوا حق الناس. يعني الامانة في هذا الايام قد انتزعت من الناس، ولكن انا مش عارف يعني كيف ارد لك هذا الجميل. لكن صدق المثل الذي قال الحلال ما يضاش. لكن يا والد هذا حق الحفاظة حقك الذي حفظت زلطي، الله يستر عليك. تفضل. والله ما شر ريال يا والد هذا حق الحفاظة. حرام ما شر ريال. زلطك. الله يجزيك الخير ويكتب لك الأجر الذي يعني رجعت حقي، وقد كنت أنا داخل في اكتئاب وضيق. خليها على الله بس. أنا بنفسي حاجة. تفضل أمر اطلب. أنا مملوك. أنا بنفسي إنك تدعي لي بأن الله يرزقني. والله رزقك بيدك يا عم. وهذا والله ما هذا إني لك ما ترجع هذا الساعة. لا إله إلا الله. الساعة دي كانت بنفسي لتعشى. إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. وهذا رزقك يا ولد، وأنت تستاهل أكثر من هذا والله. بالهنا والعافية. رزق من الله.